مرحبا بكم متابعينا مباشرة بعد تصريحات الإعلامي حفيظ دراجي، والتي قال من خلالها بأنه على الناخب الوطني جمال بالماضي الرحيل من تدريب المنتخب الجزائري مباشرة بعد الإخفاق من كأس العالم قطر 2022. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة من تجديد الناخب الوطني جمال بالماضي لعقده مع الاتحاد الجزائري. وهنا بدأت الإشاعات والأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الناخب الوطني جمال بالماضي يريد الرحيل من المنتخب الجزائري، خاصة مع تناقص شعبيته في الآونة الأخيرة والانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها. وفي هذا الإطار فقد كشف الصحفي بقناة الهداف مومن آيت قاسي والمقرب جدا من المنتخب الوطني الجزائري، كشف بأن الأخبار التي تم تداولها حول طلب الناخب الوطني جمال بالماضي الرحيل عن المنتخب الجزائري هي مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة. حيث قال مومن آيت قاسي في منشور عبر صفحته الفيسبوكية بأنه كل ما قيل عن رحيل جمال بالماضي لا أساس له من الصحة. وأضاف كذلك في نفس المنشور: بالماضي متواجد في فرنسا من أجل مواصلة العمل والتحضير للتربص شهر مارس المقبل. وهنا يطمئن الجماهير الجزائرية بأن الناخب الوطني جمال بالماضي باق على رأس المنتخب الجزائري. وهنا شاركونا متابعين بآرائكم، هل ترون بأنه من الضروري استمرار ناخب جمال بالماضي أم تطالبون برحيله من تدريب المنتخب الجزائري؟ شاركونا وتفاعلوا من خلال تعليقاتكم.